انضم إلينا الآن النائب عن نينوى السيد عز الدين دولة. أهلا بك سيدي. يعني في البداية 500 عائلة نازحة أو يعني هاربة من القصف المتبادل في تل عفر، قضاء تل عفر غربي الموصل، يعني لا يزالون محاصرين على بعد 2 كيلومتر من خطوط قوات البشمركة. كيف يمكن تأمين هؤلاء في هذا الوقت؟ شكرا. تحية لكم ولمشاهديكم. تل عفر أصبحت قصة حتى في مسألة النزوح. العوائل النازحة ليسوا 500 أو 1000 أو 2000 عائلة. تل عفر تعرضت بالأخير، أنا أسميت أن هناك صارت مفاجأة قتالية. داعش، بعد أن كان البعض يقول أن داعش متعاطف مع أهل تل عفر الموجودين، أو على أقل تقدير الموجود متعاطف معه، قاموا عصابات داعش بمعاقبة أهل تل عفر. لم يفتحوا لهم طريق الموصل ولا ربيعة ولا العياضية. في جوف الليل فتحوا لهم خطوط إلى الجزيرة، إلى الضياع، إلى باتجاه الغرب والجنوب. العوائل ليسوا 500 أو 1000 أو أكثر. لا أحد يعرف سوى هؤلاء القريبين الآن من العملة، لأنهم وصلوا إلى منطقة مدنية. ماذا عن العوائل التي ذهبت إلى الصحراء باتجاه البعاج، باتجاه الجزيرة؟ لا أحد يعلم عنهم شيء، لا الحكومة، لا منظمات إرهابية، لا حكومة محلية، لا هناك استعداد. المسألة متروكة للقدر، والأعداد أعداد كبيرة. ولهذا الحديث عن 500، نعم هناك 500 عائلة ربما أكثر قريبين من هذه المنطقة. عشائر تل عفر ناشدوا السيد الرئيس البارزاني لفتح ممر آمن، لكن أنا أقول ألم نناشد الحكومة قبل اليوم؟ هسه مرات نحرج عندما نتحدث بالإعلام، يقال لنا لماذا الحديث بالإعلام وانتم قريبين من الحكومة، والحكومة تعاني الآن. أكو قطعات، أنا أحيي كل القطعات، قطعات الجيش العراقي الباسل وما يقومون به من تضحيات وملاحقة داعش، لكن بالخط الموازي ينبغي على الحكومة أن تكون حريصة على شعبها. الحرص على الشعب ينبغي أن تذهب إلى الممرات الآمنة، إلى كيفية الإغاثة، أن يصلوا لهم بعد خروجهم من المدينة. إلى الآن الموقف صامت، لا شيء عن الحكومة سوى ما نراه من صور، ذهب فلان وعاد فلان، واللي يتحدث بهاللغة يتهم رأسا أنه يروج في وقت هناك حرب مع الإرهاب ومع داعش، هو يروج بالضد. أنا أقول لا، نحن ندافع عن حقوق ناس عانوا من إساقة التهم، عانوا من الضياع، عانوا من الإهمال. ماذا عن تل عفر قبل اليوم، قبل التحرير؟ طرقنا أبواب الحكومة يوم بعد يوم، ردنا نشكل قوات لأهل السنة الموجودين في تل عفر، لا من مجيب. مفاوضات، لا من مجيب. كلما طالب أحدنا اتجهت الحكومة إلى البحث عن البدلاء وسدت آذانها ولم تسمعنا، ولهذا اليوم، ولهذا حصل الذي حصل وسيحصل أكثر. نعم. طيب سيد عز الدين، يعني اليوم عندما نتحدث عن عمليات الهروب، يعني لماذا اليوم عوائل تل عفر تهرب من القضاء؟ يعني حتى الآن لم تبدأ معركة دخول مركز قضاء تل عفر، وبالتالي ما الذي يدفع هذه العائلات إلى الهروب اليوم؟ أنا أجيب حضرتك. أولا تل عفر عسكريا ساقطة، هي محاطة من الحشد من 3 أطراف، وهناك قصف بين الحين والآخر، حتى قصف بالطائرات قبل شيء أقل من أسبوع. لماذا الهروب؟ هناك طرد. داعش قبل 5 أيام منعت عوائل تل عفر متجهة إلى الموصل وإلى العياضية وباتجاه زمار، منعتهم بالرمي، منعتهم من الاتجاه بهذا. بعدها بيومين مباشرة ليلا قرروا إخراج الناس. لماذا الهروب؟ لأنه داعش تلاحقهم أيضا بالداخل. داعش أخرجت هذه المجاميع، سمحت لهم، طاردتهم، أذتهم،
لهناك أذية اليوم بالداخل، ولهذا هم يبحثون عن ملاذ. كانوا يتوقعون كانوا يتوقعون كشعب أن هناك من ينتظرهم على الأبواب، لكن مع الأسف خرجوا إلى العراء وإلى المتاهات وليس هناك من مجيب. نعم. قلت بأن يعني الأذية في الداخل، إذن الأوضاع في الداخل سيئة ومن سيء يعني إلى أسوأ. في قضاء تل العفر انقطاع للمياه وانقطاع للكهرباء، وهناك شح في الدواء. كيف يمكن تأمين هؤلاء في الداخل؟ ليس هناك مياه ولا كهرباء، الاعتماد على عين الماء الموجود بالمدينة، ليس هناك مستشفيات تقدم خدمات، ليس هناك فعلا هناك ملاحقات. ثم حتى كما قلت منعوهم من الذهاب باتجاه المدنية، باتجاه الموصل، باتجاه أي منطقة فيها قطعات، فيها بشر، فيها حركة، فيها عمران، منعوهم من ذلك. لهذا هم أصبحوا بين نارين، أن يعيش تحت رحمة داعش بهذه الطريقة أو أن يخرج. لا سيما في الموصل أيضا حصل، داعش يأتون إلى بعض المناطق يخيرون الناس بين الخروج النزوح وبين تفجير بيوتهم. لهذا الناس يلتجئون وإلا من يترك بيته بهذا البرد القارس؟ لا سيارات، لا مبالغ، لا أموال، لا أكل، لا ناس تطلع إلى العراء بما تستطيع من حمله من جنط. الحالة مأساوية كارثية، قلناها قبل اليوم وستزيد في قادم الأيام، لأننا مغيبين تماما. قلناها أكثر من مرة، ما عاد هناك، لم يكن هناك جهة تسمعنا. أردنا الالتقاء برئيس الوزراء، طرقنا باب رئيس الوزراء، ما انطانا مجال. اللي يقول لازم هذا تاريخ أن يقول اليوم أنا سمعت تصريح لرئيس الوزراء يقول، وبعد ذلك يدخل الجيش وحشد من الطرفين. أنا أقول أمام الشعب العراقي ليس هناك شخص واحد من داخل مدينة تل العفر مشترك في حشد. هؤلاء الذين منحوا حشد هنا في العياضية 100، في المحلبية، في ربيعة، هؤلاء ليسوا من تل العفر ولم يعيشوا الطائفية في المدينة وليسوا من أبناء القصبة الداخل. ليس هناك شخص واحد سيشترك في هذا الحشد الذي قيل عنه. ولهذا عندما المعادلة تكون غير متوازنة والسماع يكون من طرف واحد، تجد الناس هكذا في العراء وليس من مجيب وليس من حكومة تبحث عنهم، وكأنما تنازلت حكومتنا الرشيدة عن شعب تل العفر الموجودين في الداخل والنازحين إلى الخارج. طيب ما هو الأسوأ سيد عز الدين؟ تتحدث عن الأسوأ في الأيام المقبلة، يعني ما هو أسوأ من أن يعيش المواطن العراقي في العراء دون خيمة، دون أن يعرف أين هو حتى؟ الأسوأ أن يطرد من منطقته وموطنه بفعل فاعل ويستعاض عنه بأناس آخرين. الأسوأ أن تسمع أن البكك على تخوم تل العفر. الأسوأ أن تسمع أن القرارات التي تصدر بهذه الطريقة ينسب لك أنك صاحب، أنك جزء من قرار وأنت لست كذلك. هذه كلها أمور سيئة. احنا ليس هناك، أعيدها، ليس هناك ولا شخص واحد عنده حشد من داخل قصبة تل العفر. نعم. من المكون السني اللي يشكلون بما مقدار 80%. أكو أسوأ من هذا؟ مو هذا راح يترتب عليه بالقادم أسوأ، لأن أكو صفحة قبل التحرير وهناك صفحة بعد التحرير. بعد التحرير هاي راح تظهر بعد التحرير وإرهاصاتها وكيف الناس إذا رادوا يرجعون وما هي الآليات التي توضع وما إلى ذلك. هذا هو الأسوأ. هنا الفتنة راح تبدأ. يعني هاي مقدمة للأسوأ القادم. نعم. كل الشكر الجزيل لك النائب عن نينوى عز الدين الدولة.